شلونكم؟ ان شاء الله بخير وين ما تكونون. ورجعت اليوم وياكم بفيديو جديد، واليوم نسوي محلبي بعصير البرتقال. محلبي بالبرتقال. هنا مكونات عندنا كوبين كبار او قلاصين كبار عصير برتقال، بقلاص حليب، بأربع ملاعق كبيرة نشا، بأربعة شكر او سكر، فانيلا، ضرب فانيلا. نبدي مكوناته هو، نقول بسم الله. خلي النشا نخلي الشكر او السكر، نخلي عصير البرتقال. طبعا مصفيته، اني عاصرته ومصفيته. نخلي الثاني، نخلي الحليب، نخلطه على البارد. الفانيلا ما اخليها هسه، من يبدي يستوي اخلي الفانيلا. هسه اروح اخليه على الطباخ واشغل العين. ان شاء الله حظل اخوط بيه، طبعا ما اتركه، اظل اخوط بيه حتى لي يترسب بالجدر من جوا، ومن يثخن نرجع ونشوف شكله انا وياكم. حبايبي هسه هذا شوفوا بدا يثخن. هسه اخلي الفانيلا واخلط بيه شويه، واطفي النار عاليه. صار بهالشكل هذا، صار بهالشكل هذا. هسه ابدي اصبه. هسه ابدي اصبه. طبعا اصبه بكوابه. اذا تشوفون هاي الكوابه، تريدون الكبار او تريدون صغار. هذا تريدون حجم كبير او حجم صغير، انتو حسب رغبتكم وحسب الكميه اللي مسويها. هسه ابدي اصبه. بهالشكل هذا. لازم يكون شوية ثخين حتى يتماسك. اكمل الصب مالته وارجع لكم. حبايبي هسه هذا طلع عندي الكمية 3 كوابة. شوفوا 3 كوابة، يعني كوبين كبار وكوب وسط. هسه راح اخليهم بالثلاجة تقريبا مدة 4 ساعات الى ان يبردون فد مرة، ونطلعهم حتى نقطعهم انا وياكم وتشوفون شلون يصير التقطيع مالتهم. انتظروني. ورجعت وياكم حبايبي مرة ثانية، وهسه ورا 4 ساعات كان بالثلاجة. الكاستر طلع بهالشكل هذا، اذا تشوفوه حتى تفطر شوية. طبعا هسه اجيب السكينة وادخلها بهالشكل هذا، اذا تشوفوها هيجي، حتى اذا لازق بالكوب يفتح من هنا. بسم الله. هسه هذا شكله. هالشكل هذا. هسه ابدي اقطعه. نبدأ نقطعها طبعا الحجم اللي انت تريدوه. هالشكل هذا الحجم اللي انتو حابيه.
هسه اخليه اغطسه كله بالمبروش هيجي بهالشكل. هذا شكله يصير هيج طبعا. وهذه تفيد، هاي انكسرت يلا مو مشكلة عادي. هذه تفيد لكل المناسبات، كل المناسبات. هو احنا المتعارف عليه المحلى بيصير ابيض ونصبه بكاسات او ماعون اللي هو صحن. هذا لا، هذا يعني طريقة حلوة شوية مختلفة طريقته، بس حلوة وطعمه كلش طيب طبعا، ان شاء الله تجربوه. هسه اكمله كله وارجع لكم. هذا هسه خلص عندنا محلى بالبرتقال. شوفوا شكله شلون صار. هذا شكله هيجي، ان شاء الله تجربوه يعجبكم. طبعا هو لكل المناسبات يصير، ان شاء الله تجربوه. ولا تنسونا باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. طبعا وان شاء الله وباذن الله برمضان اني محضره سلسله حلقات تخص الطبخ وتخص الحلويات، وان شاء الله تعجبكم وتنال رضاكم. ومع الف سلامه.